السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اخواتي وحبايبي، عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. النهارده بقى يا جماعة يوم مش عادي، النهارده عيد ميلاد ست الكل، النهارده عيد ميلاد والدتي. النهارده بقى هنصور لكم كده فلوج واحنا بنجيب الهدايا لوالدتي، وهنشارك معاكم كل حاجة من اول ما نطلع من هنا لحد ما نخرج، لحد ما نجيب لها الهدية وتختاروا طبعا معانا، وهنصور لكم كل حاجة. اولا قبل اي حاجة، كل سنة وانت طيبة يا ست الحبايب، ربنا يخليك لنا يا رب، ودايما حسك يكون موجود معانا كده في البيت دايما على طول. بجد النهارده احسن واسعد واجمل يوم في حياتي، عشان انا بحتفل بعيد ميلادك. والله بجد يعني انا فرحان جدا 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 من كل قلبي. ربنا يفرحك يا رب ويسعد قلبك، ويحقق لك احلامك، ويحقق لك كل اللي انت بتتمنيه. وبجد انا مش قادر اوصف يعني انا بحبك قد ايه. ربنا يا رب ما يحرمنا منك ابدا، وتفضلي معانا كده طول العمر يا رب. وربنا يخليك لنا يا رب، وبجد احنا مبسوطين قوي ان انت معانا، وكل عام وانت بخير، وعقبال مليون سنة يا رب، وانت في وسطنا كده وبصحة وسعادة. كل سنة وانت طيبة، وان شاء الله يعني كده انت نفسك اللي انت تحج، ربنا يحقق لك يا رب اللي في نفسك، ويحقق لك امنياتك، ويحقق لك كل حاجة في عيد ميلادك. كل سنة وانت طيبة يا امي. انا بجد فرحان، واحسن واجمل واسعد يوم في حياتي، ويا رب الهدية اللي اجيبها لك والكلام ده كله مش من قيمتك والله، انت قيمتك اكبر من كده بكتير. بس احب اقول لك قدام الناس كلها، كل سنة وانت طيبة وبصحة وسعادة، وانا فرحان جدا يعني، وده اسعد واحسن يوم بالنسبه لي. انا بقى طبعا يا جماعه هنشارك معاكم بقى كل حاجه. ده هيبقى كده فلوج كده، يا رب يبسطكم. احنا دلوقتي لسه في البيت اهوت، وهنخرج دلوقتي عشان بقى ايه، نطلع نشارككم بقى كل نجيب حاجة الهدايا كده، بقى ونشارككم بقى كل حاجه. واستنونا بقى هنصوركم كل حاجة بالتفصيل، وان شاء الله تكونوا معانا واحدة بواحدة. والفلوج كله بتاع عيد الميلاد كله من اوله لاخره ان شاء الله هنصوره. ويا رب بقى الفلوج بتاع النهارده يعجبكم. ما تنسوش بقى الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس. عشان يوصلكم كل جديد. واحنا دلوقتي هنخرج وهنصور لكم كل حاجه. ساعه ما نطلع بره كده ونخرج ونمشي هنصور لكم ان شاء الله. يلا خليكم معانا. احنا بقى يا جماعه دلوقتي ماشيين في الطريق اهوت، راكبين كده احنا العربيه اهوت، ماشيين في الطريق عشان بقى ايه، نجيب لست الحبايب بقى الهديه بتاعتها. وتاني وتالت ورابع انا بقول لك كل سنه وانت طيبه، وعقبال سنين كتير كده وانت معانا كده بصحه وسعاده. خليكم معانا بقى يا جماعه. طبعا بقى يا جماعة احنا اتفقنا دلوقتي رايحين المحل اللي احنا هنجيب منه. احنا بقى نزلنا من العربيه اهوت، وحبينا بقى نصور لكم كمان كده ايه واحنا ماشيين في الطريق بقى. طبعا يا جماعة فرق الطول كبير قوي، صح؟ محدش يتكلم، اكيد يعني معروف يعني، من غير كلام الموضوع معروف يعني. ما تقلسوش. يا رب يكون الفلوج بقى عجبكم كده. واحنا دلوقتي في طريقنا للمحل اللي احنا هنجيب منه الهدايا. كل سنه وانت طيبه يا ست الحبايب، كل سنه وانت معانا، كل سنه وانت في حياتنا، وربنا يخليك لينا يا رب. وطبعا بقى يا جماعه شهد ماشيه قدامنا اهيت. ايوه يا رب ثواني. شهد نعم. تعالي، تحبي تقولي ايه لمامتك بقى في عيد ميلادها كده في المناسبه الجميله دي؟ احب اقول لها كل سنه وانت طيبه، وعقبال يا رب تبقى معانا كل سنه كده صحه وسلامه طبعا بقى يا جماعه احنا صممنا ان احنا ناخد شادي معانا عشان نشارك معاه اليوم الجميل ده والفرحه الجميله ديت. وفي الاول وفي الاخر كل سنه وانت طيبه يا ست الحبايب، وربنا يفرحك ويسعد ايامك يا رب. خليكم معانا يا جماعه. طبعا بقى يا جماعه احنا وصلنا المحل اهوت. يلا بقى نصور. شوف احنا اختاروا معانا بقى اللي احنا نجيب لها شنطه حلوه كده، شنطه خروج تاخدها وهي خارجه كده في لو هي مثلا رايحه مكان او خروجه او كده. يلا بقى نختار الشنطه. اختاروا بقى. ايه رايك يا شوشو ناخد من انهي واحده؟ تعالى بقى نختار كده واحده بصراحه يعني. تمام. هو تمام. دي بس انا من رايي، طب استنى انا طبعا يا جماعه هنجيب لها دي. ايه رايكم يا جماعه؟ دي حلوه ولا دي؟ لا دي ماما عندها يعني واحده مشابهه منها. هناخد مثلا ديت.
ولا ايه؟ بس انا لا. كده اللي احنا هنجيبه. بصي احنا هناخد ديت ونتكل على الله فيها. تمام تمام احنا هناخد دي ان شاء الله. دلوقتي بقى يا جماعه احنا جبنا الشنطه واحنا بقى خرجنا من المحل اهوت. بجد الشنطه يا جماعه ما شاء الله عليها جميله جدا جدا جدا. يا رب بقى تعجبك. وانا عارف ان الحاجات دي كلها مش قيمتك والله، بس احنا بنحاول يعني نفرحك ونسعدك والله العظيم انت قيمتك كبيره قوي عندنا ونفسنا نعمل لك كل حاجه والله. ربنا يخليك لنا يا رب، كل سنه طيبه وعقبال مليون سنه يا رب. طبعا بقى احنا دلوقتي هنروح بقى نجيب لها التورتايه الجميله. بس احنا حبينا بقى نصور لكم كده احنا خارجين من المحل عشان نعرفكم كل حاجه عننا كده. هنروح بقى نجيب التورته واحنا في المحل بتاع التورته هنصور لكم، خليكم معانا يا جماعه. احنا وصلنا اهو بقى المحل اللي هنجيب منه التورته. بجد محل جميل جدا يعني، محل فخم. بقى نجيب لها التورته دلوقتي بقى وخليكم معايا بقى. دخلنا المحل بقى وجبنا التورته معانا اهي. طبعا التورته دي جميله جدا جدا يعني، وجايبينها من احسن محل. يا رب الحاجات اللي احنا جايبينها دي تعجبك، وبجد والله ربنا يخليكي لنا يا رب وما يحرمنا منك ابدا. وبجد انا مهما اجيب ومهما اعمل عمر ما هوفلك حقك ابدا. بجد ربنا يخليكي لنا يا رب ويبارك لنا فيكي ونحتفل معاكي كده كل سنه. إلهي يا رب ما يحرمنا منك ابدا. احنا بقى يا جماعه ايه، جبنا الشنطه بقى وجبنا التورته، ودلوقتي بقى رايحين عشان نجيب لها بقى حاجات تانية كده. هنجيب لها بقى برفان ومخمريه بقى والحاجات اللي يعني ايه خفيفه كده. والحاجات اللي هي بتحبها ديت. ان شاء الله مش هحرمك من اي حاجه طول ما انا عايش. ويا رب بس كل حاجه بس ديت فرحتك يعني. انا عارف ان هي مش من قيمتك والله، وانت قيمتك اكبر من كده عندي طبعا، بس احنا بنحاول اللي احنا نسعدك باي حاجه. ربنا يفرحك ويسعدك ويفرح قلبك يا رب. خليكم معانا بقى يا جماعه. بقى يا جماعه احنا وصلنا محل الاكسسوارات اهوت. هنطلع بقى نجيب لها شويه حاجات برضو من هنا، مش بركه طبعا اللي هي. خليكم معانا بقى. ندخل الاول على المخمريه. تعال نشوف المخمريات الاول، الساعه احسن ريحه. ماشي. طبعا بتحب النوع ده دي، نفتحها كده وشوفها. طيب ماشي. بسم الله الرحمن الرحيم. اسمها ايه دي؟ ديت اسمها دي العود الملكي جولدن. لا هات حاجه غيرها. ماشي. على فكرة أنا العود الملكي اللي هي في اللي هو كذا نوع. العود الملكي اللي هو روايح وكده، بس مش مكتوب عليهم أسامي كذا روايح اللي احنا جبناهم قبل كده. طب قولي كده أسامي. فينا نسيم ملكي، وهنا روعة، وهنا اللي هي السمي. التانيين دول مش مكتوب عليهم أسامي. طب وريني كده روعة. أكيد هي روعة هتبقى روعة. وريها لي كده. بسم الله الرحمن الرحيم. نفتحها كده ونشوفها. لا على فكرة جميلة والله العظيم، روعة جميلة جدا جدا يعني، هي فعلا روعة. تمام كده احنا جبنا المخمرية. طيب بعد ما احنا جبنا لها بقى المخمرية، طب هنجيب لها ايه تاني بقى؟ هي بتحب ايه كمان عشان نجيبها؟ هنجيب الفيراند لافلي لان هي بتحب النوع ده. تمام. هي فعلا بتحب الكريم الفيراند ليفر. هو اصلا خلاص تمام هنجيبه، بس هتلاقي الكبير. هو طبعا جبت الكبير اهو. خلاص تمام ماشي. ربنا يخليني يا رب ويخليك ليا يا رب، وافضل اسعدك وافرحك واجيب لك اللي انت نفسك في كله يا رب. اللهم امين. كل سنه وانت بصحه وسعاده يا رب. طبعا بقى كمان هنجيب لها احلى ازاز برفان. عبد السلام، عايزين بقى احلى ازاز برفان عندك لست الكل، لان النهارده عيد ميلادها، هتلاقي بقى اشيك ازاز برفان كده. تسلم، ربنا يبارك فيك يا رب. تسلم. جبنا الهدايا اهوت من طبعا اشيك وافخم محل عندنا في البلد، محل عبد السلام العربي طبعا، محل شفايف، اسم يعني الثقه يعني ما شاء الله يعني. المنتجات كلها جميله، وهنا اكسسوارات واحلى انواع العطور والبرفانات، وهنا كل حاجه يعني. المحل عندنا في قريه الشوامي.
طبعا بقى يا جماعه احنا جبنا لها كل حاجه، يا رب رايحين بقى بقى على الحاجات البيت ديت تعجبها، ويا رب كده تفرح كده من الحاجات اللي انا جبتها لها ديت. طبعا دي مش قيمتك، بس انا بحاول افرحك واساعدك واجيب لك اللي انت نفسك فيه. احنا دلوقتي بقى ايه، خرجنا من المحل مروحين دلوقتي على البيت، ويا ترى بقى لما تشوف الحاجات ديت كده يا ترى رد فعلها هيكون ايه. واتمنى ان هي تكون مبسوطه وفرحانه، وتاني وتالت مره ربنا يخليكي لنا ويسعد ايامك ويفرحك يا رب. وبجد وانا عارف احنا مبسوطين قوي ان انت معانا وفي حياتنا يعني. والحاجات دي انا عارف ان هي مش من قيمتك، انت قيمتك كبيره قوي عندنا، بس احنا بنحاول يعني نوفلك حتى لو ربع حقك يعني اللي انت. وبجد يعني انت حنينه جدا، ربنا يخليك لنا يا رب ويسعد ايامك. ان شاء الله اول ما نروح بقى البيت كده هنصور لكم بقى واحنا بندي لها الهدايا، وهنصور لكم بقى فلوجو كده واحنا معاها كده واحنا في العيد الميلاد كده، وربنا يا رب يفرحك ويسعد قلبك يا رب. خليكم معانا بقى يا جماعه. طبعا بقى يا جماعه احنا رجعنا البيت اهوت بعد يوم طويل وعريض وكده. حبيت بقى ايه اللي انا افاجئ بقى والدتي بعيد ميلادها. انا طبعا بقى كلمتها بالتليفون وقلت لها اطلعي لي الشقه فوق عشان عايزك في موضوع كده. يا ترى بقى ايه رد فعلها؟ فهي طبعا ايه مش عارفه احنا بنعمل ايه دلوقتي. فيا رب الحاجات دي تبسطك، انا عارف ان هي مش من قيمتك، بس يا رب تفرحك يا رب يا ست الحبايب. دلوقتي وصلنا الشقه اهوت وهي قاعده فوق. ماشي خليكم معايا بقى كده. ست الكل والله العظيم احلى ام في الدنيا. عامله ايه؟ احلى ام في الدنيا. تبوس دماغك بقى. كل سنه وانت طيبه، وكل سنه وانت معانا، وكل سنه وانت في حياتنا كده. ده هي وعامله ايه؟ كل سنه وانت بصحه وسعاده كده، واحنا احنا نقدر ننساكي، عمرنا ما نقدر ننساك. ربنا يخليكم لي يا رب. ربنا يسعدك يا رب ويفرح نصف يا رب ويفرحك بيه، ويسعدك يا شهد ويفرحك يا بنت يا رب. ربنا يسعدك ويفرح ايامك. احنا بجد مبسوطين، الحاجات دي كلها مش من قيمتك، بس احنا بنحاول نوفيلك بس لو ربع حقك اللي انت عملتيه معانا. انت على طول يا قلب امك رافع راسك، ربنا يخليك لي. ربنا ما يحرمنا منك ابدا، وتفضلي طول العمر كده معانا، وتفضلي طول العمر على راسنا من فوق، واحنا كلنا خدامينك طول العمر، وهنفضل جنبك وهنفضل معاكي. يا رب كل الحاجات دي عجبتك، بس احنا بقى عايزين نفتح بقى ونوري الناس. طبعا يلا ماشي. طب خليكم معانا بقى يا جماعه. مش منكم ابدا يا رب. يلا بقى يا ماما وري للناس بقى الحاجات ديت. ماشي. وقولي لي بقى ايه رايك بقى. الحاجات ديت مش من قيمتك والله. بسم الله، شنطه جميله ما تحرمش منك ابدا، ما تحرمش منكم. كان نفسي فيها والله. بسم الله ما شاء الله، ما تحرمش منكم. على فكره انا اللي مختار لك الشنطه دي. ما تحرمش منكم ابدا. ربنا يخليكم لي يا رب. انا اللي جايب لك الشنطه على فكره. ابدا يا رب. ما تحرمش منكم ابدا يا رب. جميله بسم الله ما شاء الله. يا جماعه الشنطه اللي احنا جبناها. ربنا طب يلا الحاجه اللي بعدها يلا. ما تحرمش منكم. عجباكي؟ الله جميل. والله جايب لك احسن حاجه. بس انت عارف ذوق، انتوا عارفين ذوق بجد يعني. ما تحرمش منكم ابدا. والله الحاجات دي كلها ما تسواش. بسم الله. يعني حبك لنا ووقفتك معانا بسم الله. وحنيتك علينا والله. دي ايه بقى الصندوق؟ بسم الله. يلا حذري فزري ايه اللي في الصندوق ده؟ مش عارفه والله. ما تحرمش منكم ابدا. يلا اكتشفي انت بقى. ما تحرمش. دي الصندوق الغامض. مش عارفه والله، مش عارفه. استنى كده. افتحي بقى كده على مهلك. مش عارفه بقى. مش عارفه. وقولي لي ايه رايك. ساعدها كده يا موسف في ربنا يفرحك يا رب. دي اول حاجه ازازه برفان. الله الله. ما تحرمش منكم ابدا. الله. وايه تاني؟ براند لاف. الله. بسم الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي. بسم الله ما شاء الله. اللي جاي تاني. بسم الله ما شاء الله. مخمريه. بسم ما الله شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. ما شاء الله. ايه الجمال ده وايه الحلاوه دي؟ طبعا دي في ايه بقى؟ مش عارفه والله. خد انت افتحي. لا افتحي انت بقى، اكتشفي انت دي بقى. الله. حلق جميل، حلق جميل. بسم الله ما شاء الله. الله جميل. ما تحرمش منكم والله بجد احنا ما تحرمش منكم ابدا. نفسنا نعمل لك اكتر من كده والله. ما تحرمش منكم ابدا. ايه رايك؟ جميل. بسم الله. الحاجات دي مش قيمتك، بس احنا بنحاول نعمل لك اي حاجه تسعدك وتفرحك. بسم الله ما شاء الله. الهديه الثالثه. هديه مين؟ بسم الله. بسم هدية بقى ام يوسف يا جماعه، خليها بقى هي اللي تكتشفها بقى. بسم الله. يا ترى العلبه ديت فيها ايه؟ بسم الله. فيها. بسم الله. اسعد يوم في حياتي النهارده يا جماعه ما تحرمش والله. منكم ابدا يا رب. مبسوط قوي 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 اللي انا بعمل فيديو زي ده. الله جميل. شرطه جميله. الله. تفتحها بقى كده قدام الناس. يا رب. الله.
مين اللي عايز حته؟ مين اللي عايز حته يا جماعه؟ محدش واكلها. ربنا يخليكم لي يا رب وما مامتي اللي يحرمكم هتاكلها ابدا. كلها. ربنا يخليك في وسطنا كده الله حلوين جمال. هي طبعا حاجات بسيطة بس احنا بنكون كل الحلقات رضاكم يا عن جماعة. الدنيا كلها وحبكم ليا يرضينا عن يخليك الدنيا لنا. كلها يا رب. ربنا ما يحرمش يحفظك يا منكم رب. ابدا يا رب. والله العظيم يحرمش منكم احنا أبداً. كمية السعادة. وعقبال يا رب ما نعمل اول عيد ميلاد ليوسف يا رب. يا رب يا رب اللهم ما آمين. يحرمش منكم ابدا يا رب. يا رب ربنا تكون يخليك. الحاجات دي فرحتك، جميله بسم الله ما شاء الله. واحنا طول ما انا عايش وطول ما احنا ما تحرمش موجودين منكم. واحنا مش هنخلي في نفسك اي حاجة، ما تحرمش منكم أبداً. وهنفضل طول عمرنا نفرحك، ما تحرمش منكم. لان انت الشنطة دي لفة ماشي تحت امرك. ليه هي عجلة؟ هي عجلة عشان تاخدها احنا لفة؟ جايبينها تاخد على لفة بقى. كل ده حاجه كل حاجة تحت امر مامتي طبعا. ما تحرمش منكم ابدا. احنا طبعا حبينا نصور ونشارك الناس اللحظات الحلوه ديت، وانا مبسوط اللي انت معانا ومبسوط اللي انت في حياتنا، وربنا يديمك كده في حياتنا يا رب، ما تحرمش لان منكم. احنا ملناش غيرك، واحنا يعني جميلك على راسنا من فوق. ما تحرمش منكم يا رب أبداً بس نقدر نعمل لك ولو 1% من اللي انت بتعمليه معانا والله. ربنا يخلي لكم يوسف يا رب وتفرحوا بيه يا رب قبل ما نحتفل بالعيد الميلاد الاول ليه يا رب. يا رب ربنا هيبقى يفرحك. احلى عيد ميلاد ليه بجد. يا جماعه ايه رايكم بقى ديت مامتي؟ ايه رايكم بقى في رد فعلها؟ انا قلت اصور لكم رد فعلها بما انها مش عارفه حاجه. ما تحرمش منكم ابدا يا رب. ما تحرمش منكم خليكم ليه يا رب. طب انت تحبي تقولي ايه قدام الناس بقى كده وانت بتتفرجي على الهدايا؟ بجد يعني كانت مفاجاه ما كنتش متوقعاها بجد يعني ان هم يعملوها وانا ما كنتش فاكره اصلا عيد ميلاد قد كده ملبوخه في شغلي وما كنتش واخده بالي. هم برضو عملوا حاجه والله ما اعرف هم جابوا ايه ولا عملوا ايه، وربنا ما يحرمني منهم ابدا. ودي حاجه يعني مش جديده عليهم، هم طول عمرهم برضو مهتمين بيا بجد يعني، وربنا ما يحرمني منهم ابدا يا رب. ربنا يسعدك يا رب ويسعد ايامك. تحرمش احنا بقى يا جماعه هننهي معاكم بقى الفيديو. ما تحرمش منكم ابدا. احنا بقى في نهايه الفيديو دوت احب اقول لكم والدتي دي كان رد فعلها والحمد لله اللي هي مبسوطه، دي كان اهم حاجه عندي. وطبعا امي ديت يا جماعه اغلى حاجه في حياتي. طبعا بقى يا جماعه ده كان الفلوج بتاع النهارده. احنا حبينا نشارك معاكم كده كل حاجه بما انها بقى مامتي كده كانت مبسوطه وفرحانه. ربنا يا رب يفرحها ويسعد قلبها يا رب، يا رب. ويفرح اي ام كده. وانت يعني لو امك موجوده مالكش بركه الا هي. حاول ان انت تفتكرها، حاول ان انت تسعدها، حاول ان انت تفرحها. اقل حاجه والله العظيم انت بتعملها لمامتك بتفرحها، يعني اقل حاجه انت بتقدمها لوالدتك بتكون مبسوطه وفرحانه بيها. فانت حاول ان انت ما تنساش اللحظات الحلوه ديت، وحاول ان انت تبسطها وتساعدها. طبعا بقى يا جماعه احنا يعني احنا بنحتفل كل يوم مع والدتي، مش عشان ده بقى عيد ميلاد وكده احنا بنحتفل، لا احنا كل يوم بنحتفل بقى وكل يوم كفاية إن مبسوطين هي معاها. موجودة معانا والله. فان شاء الله كده تكون فرحانه بالحاجات ديت، واي ابن كده يفرح والدته ويبسطها. وان شاء الله كده يعني ايه احنا فرحانين ومبسوطين اللي احنا عملنا الفلوج ده، وربنا يا رب يبسطكم ويفرحكم زي ما انتم مفرحينا بالتعليقات الجميله وبالحاجات الجميله. وعايزة نقول لها كلمة برضو، كل عام وانت بخير وكل عام وانت معانا وبألف صحة يا رب، وربنا يطولنا في عمرك كمان وكمان. يا رب اللهم لأن امين. بجد انت بركة. والله والله العظيم انت في حياتنا، احنا يعني ما بنطمن الا لما بتكون انت موجوده وبتكوني معانا وفي وسطنا. بجد فعلا. عشان بقى ما نطولش على اصحابنا واخواتنا، نقول لهم ايه بقى؟ سلام.